من ساعة ما سبتكم الفيديو اللي فات وانا قاعدة بكمل في الوش بتاع البلوفر، لان الوش بتاع البلوفر كان فيه غرز وتداخلات وحاجات زي كده. كان بياخد وقت اطول كتير من الظهر، فقعدت كملته. وكل مرة كنت بقف فيها واشوف الغرز شكلها عامل ازاي كنت بغرم بشكل الغرزة، بجد شكلها خطير. قعدت كملت بقى لحد النقطة اللي احنا اتفقنا هنقف عندها. انا كده وصلت للسطر رقم 51، وده كده شكل الغرزة معايا، بقى شكلها تحفة. طبعا لما تتشال من الابرة الوضع بيختلف تماما وبتتفرد اكتر. المهم لما بوصل للسطر 51 ببتدي اعمل حردة الرقبة بنفس الطريقة اللي انا عملتها في الظهر، بس بعملها من 51 لان طبعا حردة الرقبة بتاعت الوش بتكون اطول شوية. فانا هبتدي ان انا اشتغل ال24 سطر دول، وبعد كده اقفل ال22 سطر اللي هما في النص، وبعد كده اشتغل ال24 سطر الاخرى. مش بعمل اي حاجة تاني في الحردة بتاعة الوش، هي بعملها زي بتاعة الظهر بالظبط، بس انا ببتديها من عدد سطور اقل. يعني انا في الظهر اشتغلت دول وبعد كده اشتغلت سطرين. دلوقتي انا هشتغل 13 سطر من السطرين عشان اخلص القطعة بتاعتي واخليها رقمها يكون 64 زي الظهر، يبقى الوش قد الظهر بالظبط. فلما باجي اعد الغرز من اول هنا، من اول قبل الكولا كده واطلع لفوق، هلاقيهم 64 غرزة. كده انا خلصت الوش بتاعي، كملت الكتاف. يعني وقفت هنا لحد السطر ال51، قسمت الكتاف من هنا ومن هنا، وقفلت الجزء اللي في النص ده اللي هو كان 22 غرزة، واشتغلت 24 غرزة هنا و24 غرزة هنا، وطلعت بيهم الكتاف بتاعت البلوفر بتاعي علشان يبقى عدد الظهر قد عدد الوش. ودي كده الحردة اللي احنا هنشتغل عليها الكولا. هوريكم دلوقتي بقى ازاي نشتغل الكولا دي. الحاجة بعملها هي اني بشقلب البلوفر، وانتوا اول ما تشتغلوا القطعة بتاعت الوش هتحسوا ان هي اصغر من القطعة بتاعت الظهر، بس لا، هما الاتنين قد بعض، بس القطعة بتاعت الوش لسه ما اتشدتش بحيث ان هي تبقى قد الظهر، لان فيها غرز فلازم تتشد شوية. فانا قفلت من هنا ومن هنا بالدبابيس دي علشان اقفل الكتاف الاول. لازم اقفل الكتف اليمين والكتف الشمال. ببتدي اني اقفل القطعة بتاعتي دي بابرة كروشيه مقاس 5. ببتدي ان انا اخد الخيط اللي كان في نهاية الشغل بتاعي لما كنا بننهي البلوفر، وبعدين ابتدي ان انا ادخل الابرة في اول ضفيرة، وفي الضفيرة اللي قصادها واسحب الخيط علشان اعمل غرزة منزلقة. انا بقفل البلوفر بتاعي دايما بغرز منزلقة، فبشد الخيط بالشكل ده وبعدين ادخله في اللي بعديها وتشدها برضو كده، وبعدين اسحبها عشان تبقى منزلقة، اخرجها من التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبفضل بعد كده اكمل بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل لنهاية الكتف. بعد ما وصلت لنهاية السطر ببتدي اشتغل اخر واحدة باني اسحبها منزلقة كده، وبعد كده اخد الخيط بقى واخرجه منها بالشكل ده علشان اقفلها خالص. بعدين بدخل الابرة تحت الضفاير دي علشان اسحب منها الخيط واحاول ان انا اداريه. انا لما باجي اداري الخيط بقى بتاع نهايات الخياطة ده بسحبه تحت الضفاير دي علشان ما يبانش خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكرر برضو نفس الخطوات في الكتف التاني بنفس الطريقة بالظبط. وانا عامة بحب اقفل كروشيه واشتغل بالغرزة المنزلقة عشان لما بلف الشغل بالشكل ده بيكون الفينيشنج بتاعه نضيف وشكله حلو. عشان ابتدي اشتغل الجزء بتاع الرقبة ببتدي ان انا اقلب البلوفر بتاعي، لاني لازم اشتغل وهو البلوفر بتاعي على وشه. ببتدي ان انا اقلبه بالشكل ده كده، وبعدين بجيب خيط وبسحب منه طرفين. لازم الطرف اللي يكون هسيبه او طرف الخيط يكون طويل بس شوية علشان لما اجي انهي ببتدي ان انا ادخل ابرة الكروشيه، نفس ابرة الكروشيه اللي انا بقفل بيها، ادخلها بالشكل ده كده، وبعدين هرمي الطرف اللي بتاع الخيط لبره، وهبتدي اشتغل بالطرف اللي هو جوه البكرة. ابتدي ان انا اسحب غرز بالشكل ده في كل ضفيرة زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي ان انا اسحب الغرز دي علشان دي اللي انا هشتغل بيها الجزء بتاع الرقبة، لاني مش هعرف ابتدي بابرة تريكو، فبطلع الغرز بابرة الكروشيه بالشكل ده.
وبعد ما بطلع عدد كبير من الغرز ببتدي ان انا اجيب ابرة التريكو اللي هي الدائرية واسحب الغرز اللي انا عملتها على ابرة الكروشيه من ظهر ابرة الكروشيه بالشكل ده. بسحب غرزة غرزة وباخد بالي ان انا موقعش اي غرزة لان الموضوع هيفرق معايا. لازم الغرز بتاعتي تكون كل واحدة في مكانها علشان ما تعمليش خرم في البلوفر من فوق يبقى شكله مش لطيف. ببتدي ان انا بعد كده اسحب بقى بقية الغرز بنفس الطريقة، بفضل ان انا ادخل في الغرز كده بالشكل ده واسحبها بالابرة وبعد كده احطها على ابرة التريكو علشان اشتغلها بقى. بكمل الطريقة دي بنفس الطريقة لحد اخر غرزة لحد ما الف على الغرز كلها. لما بوصل لاخر غرزة ببتدي اجيب ستيتش مارك واعلم الغرزة الاولى اللي انا اشتغلتها علشان ابقى عارفة انا اشتغلت ايه، وببتدي اشتغل غرزتين معدولة وغرزتين مقلوبة علشان اعمل نفس الحاجة اللي عملتها في الجزء بتاع القمر ويبقى نفس الشكل بالظبط. لما بوصل للسطر التامن بقفل بقى السطور بتاعتي بنفس الطريقة اللي بقفل بيها دي كده اخر واحدة انا بقفلها، اللي هو بسحب غرزتين وباخد الغرزة التانية على الاولانية اللي انا سحبتها وهكذا. فدي اخر واحدة انا بقفلها خالص بنفس الطريقة اللي بنقفل بيها كل مرة. ابتدي اجيب المقص بتاعي او قص الخيط وقص حتة طويلة من الخيط علشان اقفلها وبعد كده هسحب الخيط ده علشان اقفل الغرز بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا شكل الغرز ده مش هيكون نافع خالص. هبتدي ان انا اجيب ابرة صغيرة مقاس 3 ابرة كروشيه وبعد كده هبتدي ان انا في الضفيرة الاولانية دي هسحب الخيط من تحتها بالشكل ده كده وبعد كده هدخل الخيط في الغرزة اللي انا مقفلة فيها خالص، الغرزة اللي انا حاطة عليها ايدي دي بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اسحب الخيط علشان اخلي كأن مفيش اي حاجة واخلي الغرز كلها شبه بعضها بالشكل ده كده. هسحب الخيط كده علشان كل حاجة تكون مظبوطة. بعدين الخيط ده هداريه تحت الضفيرة دي. هبتدي ان انا اداري الخيط بقى اللي انا سحبته ده علشان ما يكونش فيه اي زوايد خيط ولا اي حاجة ويكون شكل الفينيشنج بتاعي نظيف. وطبعا الخيط مش بيخرج تاني، ما تقلقوش خالص من حتة ان الخيط يخرج او كده. لا مش بيخرج خالص وبيكون مظبوط يعني. وده كده بيكون شكل الكولا بتاعة البلوفر بعد ما خلصتها نظيفة ومترتبة وكل حاجة فيها تمام. عشان بقى اجيب مقاس الكم بتاعي ببتدي البس الوش والظهر بالشكل ده كده وببتدي من هنا اظبط مقاس الكم، اشوف انا عايزه مقاس الكم يكون وسعه قد ايه وابتدي ان انا بالمزوره اقيس الدوران ده كله قد ايه وعلى اساسه ببتدي عدد الغرز بتاعتي من تحت لفوق لان انا عايزه الكم بتاعي يكون واسع من تحت ويكون مقاسه زي البلوفر كده يكون مربع مش يكون حاجه مقفوله من هنا او كده. بالنسبه بقى للكم نفسه اشتغلت من تحت 46 غرزه ده على المقاسات اللي انا شغاله بيها وطلعت ب8 غرز، غرزتين معدولة وغرزتين مقلوبة. وبعد كده ابتديت ان انا اقسم الغرز بتاعتي علشان اعمل نفس الشكل اللي في نص البلوفر في نص الكم علشان يبقى فيه كونتراست ما بين البلوفر نفسه والكم. فابتديت هنا ب9 غرز مقلوبة وبعد كده اشتغلت 3 معدولة، واحدة مقلوبة، 20 معدولة، واحدة مقلوبة، 3 معدولة وبعد كده 9 مقلوبة. الناس اللي بتسألني هل انا لو عايزة ازود المقاسات بتاعتي او التقسيمة دي اشتغلها ازاي، ممكن تزودوا الرقم من هنا. يعني مثلا انا اشتغلت هنا 9، ممكن انتوا تخلوها 10 11 حسب المقاس بتاعكم وتفضلوا ماشيين بنفس الترتيب ده. ومن هنا برضو
تزودوا الرقم اللي انتوا هتزودوه هنا تزودوه هنا. بالنسبة بقى لطول الكم فانا اشتغلته 49 سطر وقفلت في السطر الرقم 49. ممكن كمان انتوا تطولوا عن كده، بس انا بحب ان الحاجة تكون مقاسها مظبوط، علشان التريكو بعد ما بيتغسل بيطول، بعد ما بيتغسل ويتنشر بيمط شوية، فعلشان احافظ ان المقاس بتاعي يكون مظبوط شوية، ولو وسع يوسع حبة صغيرين، فبحاول ان انا اخلي المقاسات مظبوطة بالظبط. عشان نقفل بقى البلوفر بنقفله بنفس الطريقة اللي قفلناها بالاكتاف من هنا. بنجيب نفس الابرة اللي احنا استخدمناها، وبعد كده بناخد الخيط نبتدي ندخل في السلاسل من الاول هنا كده، بالشكل ده كده. بعدين نبتدي نتني الطروف على بعض بالظبط كده، ونبتدي ندخل نعمل منزلقة كل غرزة كده، ونخلي ايدينا مرخية شوية علشان الغرز ما تبقاش ناشفة، يعني ما يبقاش البلوفر كله طري كده وبيمط والغرز دي ايه ناشفة. نفضل نكرر نفس الخطوات، ان احنا نتني كده الغرز على بعضها وندخل كده ونعمل غرزة منزلقة على اول سطر كده، بس بحيث ان يبقى بس متاخد نص سنتي من البلوفر من المقاس اللي احنا عملناه، ما يبقاش متاخد منه كتير اهو بالشكل ده كده. بفضل اكمل لحد ما اوصل للجزء اللي هنا اللي احنا عملنا منه الكم. بعد ما وصلت لاخر واحدة كده ببتدي ان انا اخدها كده، وبعدين اخد من الخيط ده حبة طوال بس علشان اقدر ان انا ايه اتويها واثبت الغرز ما اخليهاش تتفك، واقص بالمقص كده واطلعه. بخيط الكم برضو بنفس الطريقة اللي انا خيطت بيها، وبعدين بحط ستيتش مارك هنا في الحتة دي، وفي نص الغرزة اللي هي غرزة الضفيرة دي المنتصف بتاعها، النقطة بتاعة المنتصف بتاعتها، عشان لما اجيب البلوفر بتاعي كده ابتدي ان انا الجزء اللي فيه المشبك اللي فوق ده احطه هنا، والجزء اللي تحت ده هيبقى هنا مع دي، علشان لما اخيط الكم الغرز تطلع متثبتة في مكانها، يعني الغرزة دي تطلع نازلة من اول الكم لاخره. بجيب طرف الخيط اللي هو كان في الكم اصلا والابرة بتاعتي، وابتدي ان انا اظبط الغرز احطها على بعض كده. ممكن افك دي بما اني كده كده انا عارفة المكان فين. هبتدي ان انا افرد الخيط كده، قصدي القطعة بتاعتي كده، وبعدين بالابرة بتاعتي هدخلها هنا وهعمل غرز منزلقة اقفل بيها الجزئين ببعض. بشتغل الغرز المنزلقة على طرف الغرز خالص، يعني مش باخد قطعة كبيرة علشان بس يكون معايا نص سنتي بالشكل ده كده. ببتدي اقفل كأني اخيط. في ناس كتير اصلا بتخيط البلوفرات بعد ما تشتغلها على مكنة خياطة عادي، لان هو خلاص بيبقى زي قطع قماش معاهم، بيبتدوا ان هما ايه يخيطوها على المكن عادي او بايديهم. الموضوع مش بيفرق وبتطلع الشغل كويس يعني. فانتوا لو انتوا مش بتحبوا تخيطوا بالكروشيه ممكن تخيطوا عادي. بفضل بقى الف كل الكم ده وبكرر نفس الخطوات الناحية التانية. حاجة هنشرحها هي الخيوط الزيادة او نهايات الخياطة وبداياتها بنداريها ازاي. لو احنا نهايات خياطة او بداياتها هنلاقي عندنا الضفيرة اللي احنا مخيطين بيها دي، هنبتدي ندخل الابرة فيها كده وناخد النهاية او البداية، سواء دي كانت البداية بتاعتي اهو، وهبتدي ان انا
اداريها كده، بدخل الابرة، ممكن اخد ابرة اصغر عشان الموضوع يبقى اسهل، واداري الخياطة بالشكل ده. هل الخياطة هتطلع تاني او هتتفك تاني؟ لا، طالما الخيط بيتلحم في الخيط، او بيكون بنعمل حاجة اسمها سدة ولحمة في الخيط، نفس الخيط نفس النوع في بعضه، مش بتطلع. ممكن كمان عشان زيادة تأكيد بنجيب خيط خياطة نفس اللون بالظبط، وبعدين بنبتدي مثلا نقف عند النقطة دي ونقص الخيط، ونقوم مخيطين بخيط الخياطة على المكان اللي احنا عملناه ده. يعني انا هفضل ادخل كده كذا واحدة لحد ما اخد نص الخيط على الاقل، بحيث ان انا اضمن ان هو ما يطلعش تاني خالص، ولا يطلع بقى بعد ما البلوفر يموت كده. وبعد كده هجيب خيط خياطة وابتدي ان انا اخيطها، او ممكن اسيبها. يعني انا في البلوفر التاني سايباها، ما حصلش اي حاجة، ولا الخيط طلع لحد دلوقتي، والبلوفر بيتغسل عادي جدا، مفيش اي مشاكل. اهو بالشكل ده كده، مش بتبان خالص، لا بتبان لا من جوه ولا من بره. ممكن نعمله في الحتت اللي هي فيها خياطة، بداية خياطة او نهاية خياطة، زي هنا اهو احنا ده هنا الخياطة بتاعة الكم. فهنبتدي في الضفيرة دي ان احنا ندخل الخيوط دي علشان ما تبانش تاني خالص. الجزء زي ده كنا رابطين فيه او لاحمين فيه، بنفك الرابطة اللي احنا كنا رابطينها دي. بعدين ببتدي ابص على لفة الخيط ازاي، يعني الخيط ده خارج من هنا ولفته كده، فببتدي ان انا ادخل الابرة بتاعتي في الغرزة دي، واخد الخيط على لفته واطلعه من هنا اهو كده، بمعنى ان انا بداري الخيط تحت الغرز اهو. لقيت الخيط هينزل معايا في الغرزة دي، فهبتدي ان انا اخده من هنا، وبعدين هطلعه من هنا، وهلف الخيط كده هلاقيه هيطلع معايا كده، وبعدين هطلعه من هنا. بلف الخيط بس على كذا غرزة، بحيث ان انا اتأكد ان هو مش هيفك. وطبعا مش بيبان خالص، مش بيبان من غرز لا قدام ولا ورا ان هو الخيط تخن او اي حاجة، بيفضل زي ما هو عادي. وبكده نكون خلصنا البلوفر بتاعنا. شكله بجد تحفة جدا، ما كنتش متخيلة ان الغرزة دي هتعجبني قوي كده، ولسه لما يتغسل الغرز هتوسع اكتر وتبان اكتر. اتمنى ان صوت الشارع ما يكونش مزعج. ده كده البلوفر، انا مش مصدقه ان هو شكله تحفه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه النقط اللي كانت مش سهله عليكم ان انتوا تعرفوها، عشان نعمل عليها فيديوهات تاني. وبس كده.